كشف شقيق صاحب محل بيع المأكولات الذي تسبب في تسمم جماعي لأزيد من 26 شخصا ووفاة العديد منهم بمراكش عن حقائق تكشف لأول مرة بشأن مصدر البيض المستعمل المشكوك في تسببه في تسمم وطريقة إعداد المايونيز وغيرها من المعطيات ذات الصلة بالتسمم، بما فيها الشكوك حول وجود قصد جنائي محتمل، نافيا في الوقت ذاته في تصريح خاص لجريدة كيش الإلكترونية أن يكون شقيقه قد تورط في إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة بقصد عرقلة سير العدالة، مشيرا في هذا السياق أن ما قام به شقيقه هو تنظيف الأواني والقنينات المستعملة لإعادة تعبئتها بمنتوجات جديدة استعدادا ليوم جديد من العمل. الأخ ديال السيد اللي وقع عليه هذا المشكل، السيد الخضري ديالك في هذا الدومين شي 25 سنة، هو داير كروسة هنا في هذه البلايصة هنا، خدام كيترزق الله. من بعد كرا واحد المحل شي عام هذا باش خدا هذا المحل هذا، وغادي مزيان الحمد لله، غادي بخير وعلى خير، غادي خدام امارش. دابا هادشي ما عرفناش من نتسلط عليه، عمرو وقع عليه شي مشكل. هادشي بدا تقريبا 25 سنه داير كروسه هنا، 25 سنه كروسه، ما عمرو وقع عنده شي مشكل. وتقول شي مشكل اللي عنده وقع عنده، ما عمرو وقع عنده شي مشكل. وكان هذاك المحل خدم فيه حتى هو، من بعد طلق هذاك المحل جا خدا هذا المحل. دابا الاثنين اللي فاتت، دابا 15 يوم الاثنين اللي فاتت وقع عنده تسمم بالليل. جاو الناس عنده سولوا، قال له ودي راه كاين كل نوبه كيجي عنده واحد كيقول له ودي راه ضرتني كرشيره، وقع لي هكا، راه وقع لي هكا. ثلاث جاو عنده الناس، الاربعه كيجيو عنده الناس. الخميس ما خدمش هو، الخميس ما خدمش كيستريح. الجمعه في الصباح عيط لي في التليفون قال لي ودي راه عيط لي واحد السيد قال لي شي سيده ماتت، جي عندي للدار. جيت عنده للدار قلت لي وعرفت اش غادي دير، غنمشيو انا وياك للجامع نصلوا الجمعه ونجيو نشوفوا كيفاش نمشيو عند الناس ولا نشوفوا اش نديروا. باقي يلاه مشينا للجامع، خارج من الجامع عيطوا عليا الدار قال لي راه كاينين البوليس قدام الدار. جينا حتى الدار لقاو البوليس اعتقلوه وجينا لهنا. هو كيقدم الدجاج، كيقدم لادان، عنده الكفته، عنده خبزه عجيبه، عنده الصوصيط، عنده الطيحان، عنده بوكاديوس. اللي تسموا هما اللي خداو خبزه عجيبه، اللي خداو الناس اللي خداو المايونيز هما اللي تسموا، الناس اللي خداو المايونيز. اخويا الرخصه كنا بدينا فيها ولقينا شويه العرقاله في سير هنا سير عيط هذا تسنى هذا، ما الخواطر ما كملش الرخصه، ما كنا بغينا نبداو فيها غنبداو نصاوبوها فيها في الاول. بعد لقى المشكل لا تسنى هذا ما صوبناهاش. يوميا كيتقاد المايونيز، في الليل كيتغسلوا القراعي، وسط النهار الوحده كيتقاد المايونيز، الجوج كيتقاد كنخدموا به، وكيكون في سلامه الحفظ، كيكون في الثلاجه وكنخدموا به، وبالليل كنحرقوه وكنغسلوا القراعي. البيض اخويا كان كيشدو من عند واحد السيد، وين هذاك النهار قال لي اول مره كيشد عند هذاك مول الكارو، اول مره كيشد عند هذاك مول الكارو، شد عنده واقيلا شي بلاطو واحد هو اللي صاوب به المايونيز. وحنا راه بغينا هذا السيد لا كان عالمنا على الغدر وانا القضاء ياخذ لنا فيها الحق ديالنا، لا كان هذا السيد عالمنا على الغدر. حنا في الاول شكينا اختي، حنا في الاول شكينا، بعد الاولى والناس ماتوا بزاف شكينا اختي، ماشي ما شكيناش. وين فاش قالوا تعتقل مول البيض ولقاو الضيعه فيها السم، صافوا لينا قلنا البيض، قال لك الضيعه هي اللي فيها الفيروس، الدجاج فيه الفيروس. واخويا هذا السيد راه مظلوم، هذا السيد راه مظلوم بزاف، لان الاخ ديالي ما كيديرش شي حاجه تاذي الناس، وبغينا الحق ديالو يبان. هو هذا السيد راه مظلوم بزاف، مظلوم بزاف اخويا، وتاذى بزاف. راه ما يمكنش هو يلاه خدا محل وغيجي يسمم الناس، يلاه خدا بعام واحد وغيجي يسمم الناس، راه ما يمكنش اخويا. السيد بعد يعرف الموت راه تالم بزاف وتاثر بزاف، والبكيان غير البكيان ما بقاش عرف اشنو كيدير. الاخفاء الحوايج هما داك الغسيل اللي غسل هذوك القراعي بالليل، هو يوميا كيغسلهم هذوك القراعي ديال المايونيز كيتغسلوا من الليل، هو غسلهم، هو هذاك الاخفاء. كنقول انا هذاك هو الاخفاء اللي قالوا هاد الناس. خير حاجه نقول اختي هو الله يطلق سراح والله يدير ليه شي تاويل تاع الخير، وهذا الشيء راه بزاف عليه، والناس ما بقاش تطلق الاشاعات، راه كثروا عندنا الاشاعات بزاف اختي، كثروا الاشاعات بزاف. الناس لما عرفت ما تقول بنادم الله ما يسكت حسن، الله ما يسكت حسن. حنا الاشاعات كاين اللي كيقول لك لا راه قالت راه مرتو كذا، راه مرتو غيتجوز عليها، مرتو ما عمرها مسكينه جات كاع للمحل، هو كلشي كيصوبوا في المحل. ايوا كنتمناو هاد الناس هادشي اللي فيه حنا راه يكفينا، هادشي اللي فيه حنا راه بزاف اختي، راه حنا مدمرين. الوالده طايحه ما نايضاش ما عاقلاش، لا بنادم لا بغى يقول شي حاجه الله ما يسكت اختي، ما عارف ما تقول سكت. حنا انا كيعيط لي شي واحد في التليفون كيقول لي لا لقاو السيده اللي دايره لي داكشي، وانا اللي خوه لا ودي نعس الشيطان، باقي حنا ما في راسنا والو، انا اللي خوه ما في راسي والو، وانتم ملي كتجيبوا هاد الخبر راه استغربت والله اختي لا استغربت. وهذا اللي دار لي هادشي لا كان مول البيض راه حنا بغينا القضاء ياخذ لنا الحق ديالنا، لا كان عالم لي على الغدر بغينا القضاء ياخذ لنا الحق ديالنا.